يا الله يا ولي الصالحين. دنيا عامل ايه؟ لا تمام. انا تمام. كسبت. الحمد انا لله. عارف انت اللي هو خطفت المكسب، ما حدش خد باله كده. فان اه دايك لحقك ها؟ ومش هقول لا، يعني اي لحقك. 3 نقط وخلاص. لا اقرع خالص ها؟ مش فارقه، اي 3 نقط لا وخلاص. انا بس دلوقتي تشامبيونز ليج ومش عايز غير كده. الاقرع اقرع خالص. ماشي يا عم، ارني ماشي. سلوت اعمل لك ايه؟ طب ما انا خالص. عايز طب اقول انا اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه انا بس واحد مشجع. يعني. طب ماشي، انا هو مقتنع هو مش مدرب حلو. انا عايز اجيب غيره. هو تشابي الونزو بره المشكله مستني وهيموت ويجي يمسك هو ليفربول. المشكله ان هو مكمل معاك. ايه؟ المشكله ان هو بنسبه كبيره مكمل ما معاك. انا عارف، ما انا عارف، بس انا اعمل اسافر لهم ليفربول يا عم واكلم انا جون هنري ما تسافرش بس ومايكل يعني. ادواردز واقول لهم ان لا مش هينفع ده معانا. لا طب ماشي، ما وبالراحه خليك بالراحه. منطق. هو بس الموضوع عارف انت اللي هو ايه، انت عارف ان الدنيا وحشه والناس كلها عارفه ان الدنيا وحشه، اه. وعارف ان المدرب وحش، امم. ومع ذلك انت لابسه، وفعلا انت ما فيش في ايدك حاجه، بس اللي هو دي بتبقى حاجه اوحش اللي ايوه هو ماشي. يعني مثلا اديك مثال. امم. مثلا زي ارسنال السنه دي لو ما خدتش حاجه، ارتيتا ونص اللعيبه دول يعني او شويه منهم يمشوا، لان ارسنال حتى مشجعين ارسنال، امم. بص الفريق ده خلاص وصل للبيك بتاعه السنه دي، امم. ولو ما خدش بطوله يبني عليها يكمل على الموسم الجاي، اه. فده هتلاقي السيزون الجاي. امم. انت وبتحصل على فكره، كتير. بس انا هقول لك حاجه. انت لو بصيت على ارسنال قبل ارتيتا كان فريق ملوش اي لازمه. ده حقيقه. هو بص ارتيتا في فانت مدربين ماشي، فانت تعمل ايه؟ انت عندك مدرب. هو ارتيتا بص مش وحش، هو عمل معاهم انجاز. هو اللي حلو عمله معاهم حلو، والترانسفورميشن والتغيير اللي عمله بس في ارسنال. مدرب ما عندوش شخصيه بقى دلوقتي البطل. هم ماشي، بس هم دلوقتي بقوا بينافسوا على، عارف بيفكرني بمين؟ ارسن فينجر. ما كانش بيكسب دوريات او تشامبيونز ليج، بس كان بينافس. كسب الانفيزبل يا عم. ايوه ماشي، هي مره واحده بس ماشي. بس بص، قعد معاهم من 1996 لحد ما فايروه في 2018. ايوه شوف. ماشي وفي كل ده كسب الدوري بتاع مره ولا مرتين، مش فاكر بالظبط قد ايه. بس لا ماشي. بس يعني بص فيعني هم مش هيمشوا ارتيتا. طب انا يعني بقول لك هو كده. حتى لو خسروا الدوري السنه، لان بالمنظر وبالمنافسه اللي احنا شايفينها دي، يعني لو هيخسروا الدوري هيخسروا ممكن في اخر جوله، اخر جولتين هيخسروا على حاجات بسيطه. او ممكن بس على يعني اسمه ايه ده، جول ديفرنس. ممكن فعلا. لا ما يتهيأليش يعني في حد فيهم هيقع، وانا شاكك ان ارسنال، لان السيتي خلاص فاضي، ما عندوش حاجه غير الدوري، بيلعب ماتش في الاسبوع فالدنيا بس ارسنال مريحه. عشان عندها برضه الشامبيونز انت في ليج. اخر سيزون وارسنال عندها ماتش، مش اي ماتش، ده ماتش قصاد اتلتيكو، ماتش اللي هو ستريت فايت، في خناقه هتحصل في الماتشين والاثنين هيبقوا مقفلين. شخصيه سيميوني. فماتش فتنس هيبقى فيه خناق وممكن لعيبه تتصاب، فالماتش ده هيبقى يعني سبب ان يوقع كمان نقط من ارسنال في الدوري. بس يعني السيتي انها رجعت وعملت الكلام ده كله. قبل بس ما نخش في السيتي، انت في عندك حاجه عايز تقولها على ليفربول؟ لا لا، لعبنا ماتش حلو. اسيست جامد من جاكبو وصلاح فينش وجون في اخر دقيقه. الدفاع طبعا كالعاده دفاع ضايع شوارع. وشوارع ورف، بس يلا خلاص يعني ات ذس بوينت يعني. بالاداء. مكسب كويس. وعندك بالظبط. بكره كريستال بالاس، بكره فيعني كريستال كريستال بالاس. بالاس لا، ما هي يعني فرقه تقيله برضه. هي فرقه تقيله، بس يعني السيزون ده بعد لما باعوا كل نجومهم ومش عارف ايه والدنيا دي، بقى فيعني قليل والماتش شويه. على ارضك فالمفروض ان انت تكسبه، يعني لو ما كسبتوش فانت اكيد كده كده انت عندك مشكله يعني. ما لا، انا ومع كده كده انا عندي مشكله. بس انا اللي عايز اوصله لك ان بالاداء اللي تشيلسي بتقدمه انا مش قلقان على انت التوب مش فايف. قلقان، بس هو ما تنساش تشيلسي مشت المدرب بتاعها، وجه مين بقى الاسيستنت كوتش اللي هو كان بيدربهم اللي تعادل مع مان سيتي. تمام. فعلميا يعني في الكوره عامه اللعيبه بتبقى اول ماتش نازله لما بيبقى مدرب ماشي، جديد، هيكسبوا. فممكن ياخدوا رن اللي هو ايه، اصلا هو في الدوري ما فيهوش غير 5 ماتشات. كانوا عملوها مع روسينيو. لا هم عملوها في الاول معاه كام ماتش كده، بس بعد كده الدنيا ايه، طفت مكان خالص. فاللعيبه هم يعني قدامهم بتاخد ماتشات تقيله. ايوه بس اللعيبه بتاخد بوش كده اول لما المدرب الجديد يجي، فما تضمنش. عشان يثبتوا نفسهم قدام المدرب الجديد. الفرق ما بينك وما بين تشيلسي مش 10 نقط يعني، ما انا ده مش فاهم. عارف يعني حاجه بسيطه، 5 5 نقط. فاللي هو يعني ده ماتشين Yeah. فممكن تتجاب، وانتوا لسه تلعبوا بعض، فده برضو ده بس على ارضي. ما بص ودي انت بتفرق انا جامد. فاهم، بس انت السنه دي ما تفرقش على ارضك ولا مش لا، ارضك. بتفرق. بص على الاواي فورم بتاعنا وبص على الهوم فورم. انت خسرت 4 من بي اس بي على ارضك، فيعني ماشي. ما ده يعني بص، انت جايب لي بي اس لا بي من ما 3 هو 4 نفس شهور ولا 6 المدرب، شهور. ارحمني يا ابني. ما هو ارني سلوت. فيعني بص ارني سلوت انا ما اضمنش، ما اضمنوش لو لاعب غزل المحله ما اضمنوش انه يكسبها.
ماشي، يعني اللعيبه بتكسب السيزون ده اللي هو ايه جدعانه وروح ومش عارف ايه، لكن تكتيك وخطه انا مش شايف منه حاجه. نفسك انت شويه من الروح اللي عندهم والله انا نفسي في اي حاجه، انا نفسي في اي حاجه هنيجي. طيب بالنسبه للسيتي يعني عارف زي ما بيقول لك كده، هو بيب الراجل اللي عدم الموت، حد أم الموت، بيب جوارديولا. وبالرغم ان السيزون ده برده مش احسن سيزون لبيب وكتكتيك وككده، بس يعني دي برده بتبقى ميزه من ميزات بيب دايما، ان اللعيبه بتاعته بتفاير في شهر ابريل اللي هو الشهر الحسم، يعني اللي بيبقى في اخر السيزون، عكس ارتيتا بتيجي في شهر 4 الدنيا كلها ايه بقى خلاص، طلع الباور وطلع كل حاجه، الدنيا بقى تبدا تريح. ايه رايك في الماتش بتاع السيتي والارسنال بتاع الاسبوع اللي فات ده؟ ماتش طبعا زي ما زي ماتشات اللي هو ارسنال وسيتي مؤخرا، اوفر كوتشنج الاثنين، وكل واحد بيقفل وبيدافع بس هو كان في ومش عارف ايه، كان بس في كارت احمر لجابرييل. بص لا لو هنفتح في التحكيم، لا هو انا عندي ماشي هو بس انا عارف عندي انا بتكلم على ايه. انا عندي مبدأ في التحكيم. بص التحكيم على مستوى العالم كله في غلطات، وغلطات بتبقى سبب في نتيجة ماتشات، في فرق بتخسر وفرق بتكسب بسبب التحكيم، هو جزء من اللعبة. فالتحكيم ده يوم هيبقى معاك ويوم هيبقى عليك. حقك كجمهور وحقك كمشجع لفرقتك، لما انا وهو واحد من الناس اتأذيت من التحكيم هطلع اصيح واعمل واقول واغني ومش عارف ايه، مفيش حاجه هتتغير. السنين هتعدي، والماتش الجاي انا ممكن استفاد من التحكيم، الماتش اللي بعده اتظلم من التحكيم، وهي دي الكوره. بس مفيش يعني فريق هيخسر دوري. انا معاك فيها دي، بس هقول لك على حاجه، مفيش فريق هيخسر دوري ولا هيهبط ولا مش عارف هيخسر بطوله بسبب حكم. الا نادرا جدا، الا نادرا جدا، عشان في ماتش مثلا زي برشلونه وتشيلسي نهائي هو اللي كنت عايز اكلمك فيه. انا عارف ان انت هتقول دي بص ده ماتش، دي حاله ماشي، دي حاله حصلت، بس انا بتكلم كبطوله دوري لا مفيش. وحاجه تانية حصلت. انا اول مره يعني طبعا يعني انا تفكيري زي تفكيرك، انا مش شايف ان نقدر يعني ماشي، ممكن انا اتضايق ان حكم مثلا اخذ قرار ضدي وقرار ممكن انا شايفه مش صح، بس انا معاك مش هو الحكم اللي خسرني الماتش بالظبط. انت بس لو تتذكر وترجع ليفربول وتوتنهام لويس دياز والاوفسايد، انا عارف انا برجع كتير بس الموضوع لسه حارقني. ماشي ففي ثواني بس قرارات فعلا بتغير ده ماتش ب3 نقط صح؟ طب انت الماتش 3 نقط مهمين. ايوه مهمين الماتش ده ال3 نقط دول انت رميتهم على الحكم. طب انت في كذا 3 نقط في السيزون ده اللي عايز اوصله يعني انا معاك خصوصا في بطوله الدوري. ايوه مش فارقه التحكيم مش هيخسرك بطوله الدوري. وانا كنت عايز اقول لك كده في الماتش بتاع سيراميكا والاهلي لما احنا كنا بنتناقش مع هو انا مش قلت في بدايه الكلام ان انا وحش، انا قلت لك ده، انا قلت لك ان انا لو لابس فانلة ثانيه غير الاهلي اهبط. بالظبط. بغض النظر بينالتي مش بينالتي، الماتش ده المفروض كنت كسبته، يعني لو الاهلي في الفورمه بتاعته كنت كسبته 3-4-0. حتى انا كانت نقطتي يعني انا قلت الكلام ده في الاول ان انا ادائي وحش ومش الحكم هو اللي خسرني الماتش. بس يوم ما بتبقى وحش وادائك زفت لو ليك ضربه جزاء هتبقى فعلا طالع بتزعق عليها، عشان انا لو خدتها وكسبت هتفرق في وضع الحاله دلوقتي. بس لما نيجي للاهلي نوصل له بس فالسيتي وارسنال يعني ماتش برضو متقفل كالعاده، بس يعني 2-1 ارسنال كده اتبسطت قوي وانا اتبسطت برضو. بس ارسنال من يعني هم الناس لعبوا في دماغهم، عارف انت اللي هو انت واحد بقى والتحفيل بتاع الجمهور. مش كده خليني بس اوضح لك. ارسنال من النوع اللي هو ايه ده فريق مهزوز، ما عندوش ثقه في نفسه، ما عندوش شخصيه البطل. ودي حاجه فعلا تامن بيها. اتفرج على ريال مدريد في اسوأ حالاته وهو طالع من البايرن بالعافيه في اخر دقيقه. اتعادل النهارده. بس يعني انا بكلمك في فكره ان انت دلوقتي ارسنال الناس بدات ايه، انتوا بتلعبوا اجلي فوتبول، مش عارف انتوا ما عندكمش جمله واحده اللي هو اوكي فهمت قصدك. يعني في اول الموسم كانوا بيلعبوا فوتبول حلو، اللي هو ايه بيسجلوا، قعدوا يقولوا لهم كورنر لدرجه ثقتهم اتهزت فيهم، والكلام بيتقال في الميديا، فوصل للعيبه ارسنال ما بقاش بيقدم اي حاجه في الكوره فاتهزوا. عكس السيتي الناس كلها طول الموسم اللي فات بتقول وحش 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 وحش، لحد ما هو النهارده واحد زي شارك ده يعني لازق الكرة في رجله مهارة ومش عارف ايه، وعنده سيمينيو وجوارديولا جاب صفقتين في الترانسفير، جاب سيمينيو وجاب جيهي. لا الاثنين ظبطوا له الفرقة من حيث الهجوم ومن حيث الدفاع. فانا شايف ان السيتي يعني اقرب بصراحة.
بس يعني ان شاء الله بما البطوله اننا ليهم ان بنتكلم عن شاء الله. الدوري الانجليزي يعني آه. ما ننساش توتنهام بتهبط. يعني توتنهام بتهبط. دي هتبقى كارثه. لا هو دلوقتي اصلا يعني نوتنجهام بعد لما كسبت النهارده ساندرلاند 4-0 او 5-0 تقريبا خلاص هم بعدوا بقى 39 نقطه. ويست هام توتنهام عنده كام؟ عنده 5 ماتشات. الماتش الجاي وولفز، فده يعني هيكسب، المفروض يكسب. بس وولفز على فكره عندهم فورمه حلوه اليومين دول. لو ما كسبوش هم كده 100% هبطوا. لا مش شرط. لا لان ده الماتش الوحيد اللي سهل عندهم. بعد كده عندهم تشيلسي، عندهم استون فيلا، عندهم ماتشات صعبه. عندهم ليدز، عندهم ماتشات صعبه. فماتش وولفز ده اسهل ماتش ليهم. لو ما كسبوه، وحتى لو كسبوه هيبقوا 34 نقطه. الدور بقى على ويست هام بقى لو شدت حيلها توتنهام نودعها. انا عايزهم يهبطوا. ليه؟ يعني خلي كده في سسبنس توب 6 كده بالظبط كده. يعني اول مره تشوف فريق من البيج 6 يعني ايه بيعاني عشان يفضل في الدوري. ليستر سيتي اصلا يعني نزلت ديفيجن 1 دلوقتي. بس ليستر سيتي مش ايوه بس خد الدوري الانجليزي من كام سنه ونزل. طب ثانيه ما استنى استون فيلا واخده دوري انجليزي ايوه احنا لو هنرجع للتاريخ احنا بنتكلم على التاريخ القريب اللي هو البريمير ليج، يعني اللي هو لسه قريب مثلا من ما فيش من 10 سنين اللي هو من فهمتك من لما ابتدى يبقى البريمير ليج. بس فيعني هنشوف بكره اللي هيحصل في الماتشات، والاسبوع الجاي بقى نشوف توتنهام. بس ويست هام الفورم بتاعها حلو جدا. ما انا عشان كده ونونو جوميز عامل شغل فان شاء الله يعني يكسبوا ونودع توتنهام وننساهم، نودع الفراخ. على فكره دول لو هبطوا مش هيرجعوا تاني والله. بص لا عندهم اللعيبه الكبيره هتسيبهم. ايوه ما هو كل الفرق كده، هيلعب في كل الفرق كده، بس جمهورهم ولاعيبتهم لا هيرجعوهم تاني. ماشي لان توتنهام فرقه معاها فلوس. بس يعني هي معاها فلوس، بس انا اللي عايز اوصل ما فيش اي لعيب محترم او اي لعيب كبير هيرضى يلعب في الدرجه ثانيه. ده اكيد بس يعني جيمي فاردي برضو لما نزل مع ليستر لعب معاهم شويه. جيمي فاردي حاله مختلفه. انا بقى بدي كمثال بس انا بقول لك بس يعني لعيب زي سواء اللعيبه الكبيره او مش اللعيبه الكبيره هم هيبقى عندهم فرصه ان هم يرجعوا. يعني مش شايفها صعبه. يرجعوا فين؟ يرجعوا الدوري الانجليزي تاني. ايوه ماشي، ما هم هيرجعوا ماشي، بس اللي انا اللي عايز اوصله لك ان هم هيخسروا حتى لو رجعوا على فكره. مش هيرجعوا بيج 6. خلاص خلص ايام بيج 6 دي انتهت. لو هبطوا عشان لما يرجعوا هيرجعوا بلعيبه مش زي الاول. بالظبط او ممكن يبقوا زي مثلا ساندرلاند طلع برده مقدمه موسم حلو. بالظبط فهو هيبقى الموضوع صعب. هنشوف بس يا رب يهبطوا عشان بس يبقى فيه شويه سسبنس. الموضوع هيبقى صعب. نعدي على ريال مدريد وبرشلونه. ريال مدريد النهارده كانت بتلعب خلص الدوري خلص اتعادلت 1-1 وبرشلونه بكره هتلاعب ختافي. برشلونه متصاب عندها لامين يامال ورافينيا وعندها اصابات كتير بس يعني هو انا اصلا يعني مش هقول لك برشلونه لو كسبت هو ريال مدريد مش هيكسب بقيه ماتشاته اصلا. فريال مدريد هيدي بقيه ماتشاته. الدوري خلص. الدوري الاسباني خلص. انا مؤاخذه يا شباب. ماشي بص الدوري الاسباني خلص. نبقى نشيلها دي في المونتاج. بس تمام. عندنا بقى اخر حاجه. بص انا هقلع ده بقى عشان لا خليك معايا. بص هو الاهلي ما لعبش. الاهلي لسه هيلعب يوم الاثنين مع بيراميدز. ده ماتش كبير قوي بس امبارح الزمالك هو فاضل كام ماتش؟ 4 ماتشات ولا 5؟ فاضل 4 ماتشات كل واحد. 4 ماتشات. انتوا كلكم متساويين 22 ماتش. كلنا فاضل لنا 4 ماتشات. انت دلوقتي لو خسرت ضد بيراميدز خلاص خلص الدوري كده؟ ده اكيد اكيد مش رسمي بس خلاص. خلاص ما انت كده اللي هو خلاص. بس يعني بص هقول لك على حاجه، وبالذات ان الزمالك غلبت بيراميدز. هقول لك على حاجه. انا اهلاوي اهو تمام. انا ما استحقش اكسب اي حاجه الموسم ده. تمام حلو تمام. ولا انا ماشي. انا دينا اهو صريح مع نفسي. ماشي امين. لو في بتسالني مين يستحق الدوري وانا هو راجل اهلاوي الزمالك اكيد ماشي. الزمالك لا، والزمالك لو كسب ماتشاته اللي باقيه لا ده هو يبقى حقه. ده حقه يكسبها. الزمالك يكسب الكونفدراليه يكسب الكونفدراليه لانها مش هقول لك بطوله سهله وكل فرقه ما فيهاش فرقه صعبه والكلام ده كله بس ما لا يكسب حقه. تمام كل ده حلو. تمام خلصنا. جميل. نيجي بس النقطه بس كده ايه عشان هنرجع لها الموسم الجاي. حلو. امبارح الماتش بتاع الزمالك وبيراميدز خلص 1-0 للزمالك. تمام. ناس طلعت قالت فيه غلطات وبيراميدز ليه ضربتين جزاء ومش عارف ايه وكده بيراميدز والزمالك لما بيلعبوا مع بعض اخ واخو. دلوقتي في لعيب كان بيلعب في منتخب مصر وكان بيلعب في بيراميدز اسمه ابراهيم عادل تقريبا تعرفه. اللعيب ده طلع واحترف بره في الدنمارك. عملوا معاه لقاء طلع في التلفزيون. ده لعيب كان بيلعب في بيراميدز. انا ما جبتش الكلام من عندي. قال لك الاداره
كان ماتش الزمالك ده ماتش عادي زي اي ماتش في الدوري، بس ماتشات الاهلي كانوا بيجوا بيدونا مكافآت زياده يقولوا لنا لو كسبنا. ده معناه ايه؟ مش معناه حاجه، مش معناه حاجه. خلي نيتك سليمه وانا نيتي هي اللي وحشه، ماشي؟ ما علينا، سيبك. هي مش ما بكلمكش لا في نظريه مؤامره ولا لا، بس الكلام ده بيبان في الملعب. بس انا عشان واحد اهلاوي بقوله. انت اتفرجت على الماتش؟ اتفرجت على الماتش. انت ما اتفرجتش على الماتش فما تتكلمش، ماشي؟ انا دلوقتي شفت الماتش. فدلوقتي الزمالك وبيراميدز بيلعبوا بعض اخوات وحبايب، بس الماتش بتاع امبارح ده الاثنين كانوا عايزين يكسبوا، والاثنين كانوا عايزين ينافسوا على الدوري، تمام؟ ماتش امبارح كان بيتحكم بتحكيم مصري. بص، في مصر انا زي ما قلت لك برضو نفس المبدأ، الحكام هتغلط ليك وعليك، ماشي؟ وماشيه كده. السنه دي الزمالك يا عم خد الدوري بمجهوده وخد الدوري، وانا خسرت الدوري انا عشان انا وحش وزباله وما جيتش واهبط. حلو. يعني انا اهو وبقول لك ان انا عندي مشاكل. بس السنه الجايه بقى لو كسبت الدوري مش عايز الاخوه اللطاف بتاع الحكام، واصل الحكام بيلحقوك والاهلي بيكسب بالحكام. طب انا بكسب ازاي بالحكام وانا اللي طالب حكام يعني انا لو بكسب بالحكام المصريين مش هطلب حكام اجانب تيجي تحكم لي ماتش الزمالك وماتش بيراميدز. صح، ماشي. تمام. لو انا بكسب بالحكام المصريين انت ليه قابل تلعب بيهم؟ انت ليه قابل تلعب بيهم وبتحبهم من السيزون اللي فات؟ وساعه الماتش اللي احنا الاهلي ما راحوش قال لك لا احنا مش عايزين حكام اجانب، عايزين حكم مصري. وادي الماتش ده بتاع ماتش الزمالك وبيراميدز حكم مصري، والاهلي هو اللي بيطلب حكام اجانب مش انت. فمعنى كده جمله ان الحكام بتجاملني دي انت قتلتها. انت قتلتها. ففي السنه الجايه لو كسبت الدوري ما تجيش تقول لي ان انا بكسب بالحكام. طيب مبدئيا انا هختلف بس في نقطه ان البيراميدز بتفوت ماتش للزمالك عشان الزمالك ما قلتش ما انت معنى الكلام اللي انت بتقوله ايه؟ بص ان هم ما بيلعبوش يعني قويين مثلا او بيسيبوا لهم الماتش. بص ما اوضح كلامك عشان افهم صح. ايوه انا اوضح. ماشي. بص، ماتش امبارح، ماتش الزمالك وبيراميدز امبارح، لا الفرقتين كانوا نازلين عايزين يكسبوا لان هما الاثنين اللي هيخسر هيبعد عن الدوري. تمام صح. بس لما بيبقى الاهلي هو اللي بينافس على الدوري والاهلي في المركز الاول، أيوة. والزمالك وبيراميدز بيلعبوا بعض، ايوه، اللي بيبقى قريب مني بيكسب الماتش ده. فاهم حاجه؟ مش فاهم حاجه. لا انا فاهم انت عايز تقول ايه. لا بس اسمعني، اللي قريب منك اللي قريب بيكسب على اساس ان الثاني بيسيب له الماتش. ليه بقى؟ ايه الهدف؟ بيراميدز مثلا بيلعب نهائي الكاس مع الزمالك. لما تشوف لعيبه بيراميدز وتشوف لعيبه الزمالك، بيراميدز اقوى من الزمالك كذا ماتش، تلاقي الزمالك هو اللي بيكسب. ماشي. انا مهما اقول الزمالكاويه طبعا هيطلع يقول لك مش هيقولوا كده طبعا، مفيش حد بيفوت لي ومش عارف ايه، بس بنكتشف بعد كده والكلام ده مثبت بفيديوهات. بيطلع ناس بقى بعد ما يعتزل بتقول لك احنا كنا بنشوف مثلا ايه، انا والاسماعيلي مثلا بنلعب بعض او انا وبيراميدز بنلعب بعض، بنشوف مين فينا اللي اقرب ينافس الاهلي وبنخليه يكسب هو الماتش. ده بيبان ليه؟ بس انت اسمعني، ده مش كلمتين كده واحد بيحور وخلاص، ما انت عارف المصريين مشهورين بالفتي. قال الكلام ده وبشوف ده في الملعب، اداء في الملعب. يعني السنه اللي فاتت الزمالك اللي بيكسب بيراميدز على طول. ماشي يا عم، الزمالك فرقه قويه وبتكسب بيراميدز على طول. السنه اللي فاتت لما بيراميدز كان بينافسني كسب الزمالك رايح جاي، والزمالك في الدور الثاني عواد الحارس طالع بيمسك الكوره جايه له كده في ايده، كوره عاديه، راحت قال ايه خبطت في صدره ردت منه، الواد جابها جون. جون كوميدي. ماشي. بيراميدز ده لما بينزل قصادنا حتى الناس اللي هم الاداري بتاعه مش عارف ايه، لو كان ليه ضربه جزاء كده زي اللي عندنا امبارح يطلع يقول لك الحكام ومش عارف ايه ويطلعوا يتخانقوا. امبارح الزمالك خسر، حبيبي الف مبروك، ليه ضربتين جزاء يا عم؟ ماشي. اصل ده بيحصل، ده الغل ده. بص انا دلوقتي انا وانت اصحاب، حلو، في واحد تالت صاحبنا، ده صاحبي انا وهو عاديين، بس معاك انت بيغل وبتحس ان هو بيكرهك. انت هتحس ده، انا مش هحسه. اكيد. تمام. فعرفت اوصل لك حاجه؟ لا وصلت لي. انا بتفرج. انت اهو، انا ما اعرفش انت شفت ماتش بيراميدز امبارح ولا لا؟ دي انا مش بهزر. ما عايز تصدق مش عايز، ما تصدقش. بس بيراميدز امبارح كان بيلعب قصاد الزمالك، الاثنين كانوا بيلعبوا مش عارف ايه، والاثنين عايزين يكسبوا. تعال اتفرج بقى على الماتش يوم الاحد.
على ماتش يوم الاثنين. هيبقى ماتش بقى البيراميدز هتقفل نفسها. هتلاقي بيراميدز بقى نازله عايزه تتخانق مع اي لعيب، وكل كره يتخانقوا عليها، والمدرب والاداريين اكنهم بيلعبوا يهود، اكنهم بيلعبوا اسرائيليين، بيكرهوا الاهلي يعني. ماشي. بس فدي حاجه موجوده في الكوره. بس فكره هو بصراحه الاهلي في نادي، هو انتوا الاثنين يعني الاهلي والزمالك، يعني مش بتكلم على الفرقه ذات نفسها، هقول لك على حاجه. في اسبانيا بيكرهوا الناس كلها، بتكره ريال مدريد ما عدا جمهوره، صح؟ وبيقولوا عليه بيكسب بالحكام. تمام. ده بقى ليه؟ اقول لك ليه. عشان رقم واحد والبطل، ودي حاجه انا مش بحفل ولا بهزر. انا واحد واخد اكتر بطولات، انا واخد اكتر بطولات في كل البطولات، في افريقيا، في كاس مصر، في الدوري، في كل حاجه. ماشي. ودايما الاول، وفين لما بخسر كده موسم الزمالك بياخده، فمعلش يعني سيبهم يفرحوا، الفرحه وحشه بعد حرمان. تمام. كل الكلام ده تمام. فطبيعي ان كل الناس اللي هتبقى قاعده في الدوري بتكرهك. انت ايه يا اخي؟ انت عمال تكسب كل سنه، كله هيبقى نازل انا عايز اثبت نفسي قصاد البطل، انا عايز اثبت نفسي قصاد احسن فريق في مصر. الكلام ده كله. فالكلام ده كله انا فاهمه، بس اتمنى ان انت لما تبقى بتيجي بتلعب ماتش العب بنفس الغل ونفس الروح ده. ما تبقاش بتيجي بتلعب بتموت نفسك قصادي قصاد الزمالك. العيد فرحه هلو بس يا عم مش عايز اتكلم، بس يعني انا يعني ماتش كبير يوم الاثنين، ماتش كبير، ما عنديش ثقه، ما عنديش تفاؤل، مش حاسس ان انا ممكن اكسب. اتمنى اللعيبه تفاجئني وتنزل برجوله وبروح والكلام ده كله ونكسب. بس يعني انا ما يتهيأليش، انا مش واثق في اللعيبه ولا واثق في المدرب، والاهلي اصلا في غلطات كتير محتاجه سيزون كامل عشان تتصلح. اولها المدرب يمشي والاداره وحاجات كتير. ماشي يا رجاله، بس ده كان كلامنا النهارده. ان شاء الله نتقابل المره الجايه ويكون الاهلي كسبان بيراميدز وكسبان الزمالك، لان ماتش الاهلي والزمالك هيكون يوم الجمعه الجايه. فان شاء الله يجي تبقى المعنويات حلوه. هنسجل الجمعه الجايه ان شاء الله. ده الحلقه الجايه هتبقى نار، او ممكن ما نسجلش. لا هنسجل، خسرت كسبت هنسجل، الحلقه الجايه هتبقى ولعه. بس كده يا معلمين، ودي كانت حلقتنا. لايك وشير وسبسكرايب، ولو عندك فيدباك قول لنا عليها. وسلام.